السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ طبعا احنا هنتابع معاكم الدورة بتاعتنا. خلاص بالنسبة لنا النهاردة الفراخ 42 يوم، فانا بالنسبة لي كده خلاص بسم الله ما شاء الله الفراخ جايبة اوزان ممتازة. طبعا انا هصور لكم الاوزان في اخر الفيديو وهتشوفوا اوزان الفراخ عاملة ازاي. فانا كده بالنسبة لي يعتبر خلصت الدورة. لو انتوا حابين ان انتوا تكملوا بعد كده مفيش اي مشكله، الفراخ هترمي معاكم كل ما تقعد. يعني لو عايزين تقعدوا الفراخ لحد 60 يوم 70 يوم ما عندناش اي مشكله، على 60 يوم هتلاقي الفراخ معديه معاك ال 3 كيلو كمان. لكن عاوز تذبح بدري، شايف ان الفراخ بتاعتك جابت اوزان وعاوز تذبح، اذبح بدري ما عندناش اي مشكله برضه. تمام كده. زي ما احنا متعودين هنتابع معاكم الفراخ بتاعتنا عشان يا جماعه تبقوا عارفين احنا بنعمل ايه طول الدوره، بنحط ايه، هل في علاجات وقائيه احنا بنحطها، هل في خلطات احنا بنحطها عشان ترمي معانا الاوزان ديت. دايما بنشجع الناس ان انت تربي وان انت توكل على الله، اشتغل وما تخافش وهتجيب اوزان كويس. في ناس تقول لك يا جماعه احنا ما بنجيبش الاوزان اللي انتم بتجيبوها ديت وما بيحصلش معانا الكلام ده. لا والله احنا ما بنعملش غير اللي انتم شفتوه، يعني لا بنحط هرمونات لا قدر الله ولا اي حاجه، لا نفس الكلام اللي احنا بنعمله في الفيديوهات بتاعتنا هو اللي بيتطبق، وزي ما انتوا هتشوفوا النتيجه بتاعتنا وهتشوفوا الاوزان بتاعتنا هنصورها باذن الله في نهايه الفيديو. فيا جماعه احنا كل اللي بنحاول نعمله ان احنا يبقى عندنا ناس عارفه ازاي تربي الفراخ بحيث ان الكل يستفاد. انتوا شايفين الدنيا عامله ازاي دلوقتي وكل حاجه غاليه، فانت لو قدرت ان انت تربي الفراخ وتوفر اي حاجه بالنسبه لك بدل ما تشتري يبقى افضل، ولو قدرت ان انت تعملها مشروع يبقى افضل وافضل، لان احنا قلنا ان هو ده افضل مشروع تعمله، خاصه لو كنت هتشتغل شغلانه تانية وتالتة مشروع الفراخ يظبط معاك ان شاء الله. النهارده ان شاء الله هنعمل خلطه برضو من الخلطات اللي مشينا عليها طول الدوره، هنوريكم احنا بنعمل الخلطات بتاعتنا ازاي. الخلطه دي نتيجتها ممتازه بتظبط معانا الفراخ. تمام. زي ما قلنا قبل كده لما هكون هنزل علاج وقائي او لو هعمل خلطه من الخلطات اللي بتتعمل في الميه لازم ان انا اكون معطش الفراخ قبلها بمده. فزي ما انتم شايفين انا شايل الميه من قدام الفراخ بقى لها مده ايه، بقى لها 3 ساعات. هنجيب خميره فوريه، كيس خميره فوريه. تمام. وهنفضي كيس الخميره على سقايه الميه بتاعتنا. تمام. وهنجيب عسل اسود يا جماعه، العسل الاسود موجود في كل بيت ومتوفر. هنجيب العسل الاسود هنحط مقدار معلقتين عسل اسود على سقايه الميه، مقدار معلقتين عسل اسود على سقايه الميه. هنقلب كويس جدا الخميره مع العسل في الميه بتاعتنا، نقلب كويس جدا وبعدين ننزلها قدام الفراخ بتاعتنا زي ما انتم شايفين ما شاء الله الفراخ كلها اتلمت على الميه، بتسحب الميه كويس جدا. دايما زي ما باكد في كل فيديو، اتاكد دايما ان انا لما اكون معطش او مجوع اول ما انزل العلف وانزل الميه لازم الفراخ تهجم كلها على العلف والميه. لو في عندي فراخ راكنه في جنب، فراخ ما بتتحركش قد كده، الفراخ دي يا جماعه فيها مشكله، الفراخ دي تعبانه، فانا لازم اعرف فيها ايه اللي فيها، في اسهال، في حاجه منعاها انها تاكل، او ان المكان عندنا مش مناسب، في مشكله في المكان مخليه الفراخ ما بتقومش تتحرك وتجري على الميه والعلف. يعني انا لو حاطط الميه والعلف بشكل متواصل ممكن الفراخ تبقى مريحه عادي ما عنديش مشكله، لكن ان انا اكون معطش مده او مجوع مده لازم اول ما انزل الميه والعلف الاقي الفراخ هجمت على الميه والعلف. تمام. احنا قلنا هنعمل الخلطه ديت الخميره الفوريه او لو موجود خميره بيره مع العسل الاسود. الخميرة الفورية معروفة إنها من الحاجات المهمة جدا جدا في زيادة الوزن، بتزود الوزن بشكل فوق الرهيب، بتعلي الأوزان معانا. يعني الطاق 3 و4 الفرخ معايا لو هيجي في نهاية الدورة 2 كيلو لا ممكن يوصل لل3 في نهاية الدورة بسبب الخميرة يا جماعة. بس الحاجة التانية العسل الأسود من الحاجات الكويسة جدا جدا جدا، قرافع مناعة وهو مجموعة فيتامينات مع حديد طبيعية، فما عندناش أي مشكلة. هنبتدي بقى يا جماعة نوزن الفراخ بتاعتنا عشان نعرف نتيجة تعبنا طول ال 42 يوم اللي فاتوا دول. تمام كده. هنجيب ديك كده ونحطه على الميزان ونشوف اهو زي ما انتم شايفين الديك قدامكم اهو ما شاء الله عامل 2 كيلو 150 جرام يا جماعة، 2 كيلو 150 جرام عمر 42 يوم، فرخ ساسو وبيور.
وادي ديك تاني عامل اهو، عامل معانا 2 كيلو و300. 2 كيلو و300 برضه زي ما بقول عمر 42 يوم. يعني بسم الله ما شاء الله الاوزان فوق الممتازه، اوزان فوق الممتازه. تمام. ديك تاني اهو عامل معانا 2 كيلو و100، 2 كيلو 150. تمام. انا زي ما انتم شايفين انا بنوع لكم وبجيب لكم الاوزان كلها عشان تعرفوا الاوزان عندنا عامله ازاي. مش فرخ واحد ولا حاجه، لا لازم تشوف اكتر من فرخ. وبرضه بيبقى فيها اوزان اقل، يعني مش كل الاوزان هتلاقي كده. ادي ديك تاني اهو نشوفه 2 كيلو و100 جرام. 2 كيلو و100 جرام. نحاول نشوف كمان فرخ تاني. ده يا جماعه بربره اهيت عامله كيلو و700. بربره عامله كيلو و700 ما شاء الله. نجيب واحده تانية برضو كيلو ونص. كيلو ونص. دي بربره عامله كيلو ونص. فكده ما شاء الله احنا عندنا الديوك متوسط الاوزان معديه ال 2 كيلو، والبرابر عامله كيلو 700، كيلو ونص، عمر 42 يوم. حاجه فوق الممتازه. ده ديك تاني اهو 2 كيلو 150. يعني بسم الله ما شاء الله الاوزان ممتازه جدا. تربيه الفراخ كويسه ومجزيه. توكل على الله، اللي عاوز يشتغل يشتغل وما تقلقوش ابدا من تربيه الفراخ ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.